كل واحد فينا عنده حاجة عايز الناس تعرف. احنا دلوقتي بنعرف من السوشيال ميديا دي ليها 3 مفاتيح، هنقدمها في 3 فيديوهات سريعة وبسيطة. شوفها وجرب، هتكتشف قد ايه السوشيال ميديا بتقدم لنا فرص. لما بننشر أي حاجة على الإنترنت بتروح على فاترينا للدايرة بتاعتنا على فيسبوك أو تويتر، أو الناس اللي بتدور على موضوع يشبه اللي نشرناه. في كل الأحوال إحنا بنشوف الغلاف الخارجي في الفاترينا دي. طبيعي إن الغلاف الكويس له مواصفات في العنوان والوصف والصورة، ودي مهمة جدا. ولو المواصفات دي مش موجودة بيكون غلاف فاشل. دي حاجة مش سهلة لأنها أول حاجة بتقع عليها عين الجمهور، زي غلاف الكتاب بالظبط. بندخل المحل تاني، الغلاف السيء محدش بيروح له ولا يتفاعل معاه حتى لو جواه جوهرة. الناس غالبا بتطلب تفتح الغلاف الكويس، لكن برضو ممكن ما يتفاعلوش معاه لو لقوا اللي جواه مسخرة. حد بيشتغلهم عامل غلاف ممتاز وحاطط جواه كلام فارغ. الانترنت بقى بتعمل زي أي محل، بترصد سلوك أول جمهور يشوف المنتج الإعلامي. لو الجمهور ما اشتراش بتشيل المنتج ده من الفاترينا وتحطه في المخزن. طيب نعمل ايه في الموضوع ده؟ ازاي نضمن ان منتجاتنا الإعلامية تفضل في الفاترينا؟ زي ما في حاجة اسمها الايزو في المنتجات العادية، في حاجة اسمها SEO في منتجات الانترنت، اختصار ل Search Engine Optimization. يعني ايه؟ علشان المنتج بتاعنا يضمن تفاعل اكتر لازم يلائم مواصفات محرك البحث. المواصفات دي معروفة، وفي لينكات لمعلومات متخصصة أكتر هتلاقيها في الديسكريبشن اللي تحت الفيديو. لكن في الصفحة الجاية هنتكلم عن الخطوط العريضة. مواصفات العنوان الجذاب في عصر السوشيال ميديا تختلف عن أيام الإعلام التقليدي. الفيديو الأولاني من السلسلة دي كان عن الترند. استخدام الكلمات المتداولة أو الترند في العنوان والوصف والمضمون مهم جدا علشان ال SEO. العبارة الجذابة لوحدها مش كفاية، بس مهم كمان طبيعة المنتج تبقى ترندي. يعني حاليا الفيديو ترندي أكتر من الصور، والصور أكتر من التكست، والتكست المنظم أحسن من المكتوب حتة واحدة، وهكذا. الفيديو التاني من السلسلة كان عن تصنيف الجمهور. كل مجال له الجمهور بتاعه، اللي انت بتعتبره جوهرة غيرك بيعتبره مسخرة، وبالعكس. لو العنوان بتاعك بيجذب جمهور معين لازم المضمون يبقى متناسب مع الجمهور ده. ما تناديش بالعنوان على جمهور طلبه مش عندك، وإلا هيفتح الموضوع ويقفله على طول، مش هيتفاعل معاك، ومحركات البحث مش هتحب موضوعك. في علامة تاني محركات البحث بتحبها، هي التعليقات. وقت المشاهدة حاليا ما يستحملش إنك تقول كل حاجة عن الموضوع. افتح أبواب وسيب مجال للي عايز يعرف أكتر يسأل، واللي معترض أو عنده ملاحظة يقول رأيه. خصص وقت للتفاعل مع التعليقات والرد عليها، دي علامة إيجابية لمحركات البحث. بعد ده كله تفضل أهم حاجة هي إنك تسأل نفسك السؤال اللي كلنا بنسأله لنفسنا: طب أنا هستفيد إيه؟ بداية من إنك تخلي الناس تقضي وقت ممتع لو عندك موهبة وبتقدمها، أو يعرفوا معلومة، أو يعرفوا مهارة، أو حتى فايدة مباشرة زي ما المحلات بتعمل، إن أنت تدلهم على أوكازيون، على منتجات ممكن تخلي الحياة بالنسبة لهم أسهل. كل دي فوائد لو هي موجودة هتلاقي الناس تتفاعل معاك أكتر. وبالتوفيق.